أهالينا في هذه المناطق تم مراعاتهم وتحديدهم بالمنطقة وبالاسم، وبالتالي هذا الدستور بالإضافة لأنه بيضع مصر على بداية عهد جديد، أزعم أنه حقيقة دستور يعبر عن ثورتين عظيمتين أدهش العالم، ثورة 25 يناير وثورة 30/6، وهذا الدستور يليق بالثورتين ويليق بهذا الشعب العظيم إن شاء الله. اسمح لي وحضرتك أنتهز الفرصة وحضرتك موجود معانا، المادة الخاصة بالنظام الانتخابي كان تم الاعتراض عليها ولم تحظى بالقبول أو التوافق العام في أعضاء لجنة 50. إيه اللي توصلتم إليه؟ نوضحه للسادة المشاهدين، يمكن النص غير مفهوم شوية لأنه عاد بينا إلى نص المادة 102. هي المادة 102 بتسمح للمشرع اللي هو حاليا رئيس الجمهورية أن يجري الانتخابات إما بالنظام الفردي أو بالنظام القوائم أو بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة بأي نسبة يحددها المشرع. دي المادة 102. كان هناك اقتراح وافقت عليه اللجنة أن يجرى الانتخابات القادمة بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة بنسبة ثلثي للفردي وثلث للقائمة. حصل طبعا ان خدت 27 موافقوا على الماده و18 اعترضوا على الماده، وبالتالي تركنا الامر. الحسابات العاديه كانت معديه يعني بالحسابات الاغلبيه واخده 27 صوت، لكن يعني حرصا على التوافق والا يكون اي خلاف بين اللجنه واعضائها تركنا للمشرع تحديد النظام الانتخابي الذي يراه مناسبا لمصر. لو قلت لحضرتك ابرز المواد اللي توقفت عندها كثيرا في دستور مصر ايه هي؟ يعني عايز اقول لك ان مفيش مادة في هذا الدستور لم نتوقف امامها، مفيش مادة في هذا الدستور لم تأخذ من المناقشة 3 أو 4 ساعات. احنا عقدنا 56 جلسة عمل، 56 جلسة عمل للجنة العامة المغلقة، مش اللجنة العامة فقط، المغلقة. كنا بنقعد الجلسات تستمر بال10 ساعات وبال12 ساعة، فجميع المواد ما فيش مادة لم تأخذ جدلا ومناقشة وخلافا، ثم نذهب أنا يعني شخصيا أذهب إلى البيت وأجي أنام أفكر أنا وافقت على دي إزاي وأرجع أفتحها تاني يوم. ضميرنا كان بيأنبنا، كنا أمام مسؤولية، يعني أن تضع دستورا لمستقبل هذا البلد مسؤولية كبيرة جدا على ضمير كل إنسان. طيب أستوقف حضرتك، أنا شاهد بقايا دموع في عين الدكتور سيد البدوي، ويمكن أثناء خاصة السلام الجمهوري لقيت أعضاء لجنة 50 كلهم بكوا. يعني عارف مشاعر الوطنية، مصر التي تتعرض الآن لأزمة، مصر لا تستحق هذا، مصر بتاريخها وثقافة شعبها، مصر أم الدنيا فعلا لا تستحق أن تمر بما تراه الآن. فالحقيقة السلام الجمهوري أثر فينا جميعا، والهتاف لمصر أثر فينا جميعا، وكثير منا الحقيقة بكى من الموقف ومن المسؤولية اللي ملقاة علينا كلنا وعلى شعب مصر. آن الأوان المصريين أن يبدأوا بالفعل بقى يثبتوا للعالم أنهم أحفاد لإناس عظام أهدوا البشرية كلها العلم والمعرفة. عليهم أن يبدأوا بالعمل والإنتاج. لن تقوم مصر ولن يقوم اقتصاد مصر على دعم أو إعانات تأتي من هنا أو من هناك. لن يبني مصر إلا أبنائها بجهدهم وعملهم وإنتاجهم. آن الأوان أن نتوجه جميعا إلى العمل والإنتاج حتى نحقق مصر الجديدة التي حلمنا بها جميعا. دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو لجنة 50، ألف مبروك، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله نشوف زي ما شفنا هذا الإجماع التوافقي أثناء التصويت، نشوفه أيضا من الشعب المصري في التصويت على الدستور بإذن الله. شكرا دكتور سيد، اتفضل يا فندم. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، ويمكن ننتقل بالكاميرا إلى الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري، يتلقى التهنئة أيضا من دكتور سيد البدوي. هي أجواء احتفالية مشاهدينا الكرام نحاول أن ننقلها إليكم بعد الانتهاء من التصويت على مشروع الدستور، ولعلنا في حضرة الدستور نتحدث عن مشروع الدستور. الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار، لعلك كنت أحد نقول الدوائر المحركة داخل هذه اللجنة لخروج هذا المشروع بمثل هذا التوافق. ماذا كان يؤرقك أثناء مناقشات مواد الدستور قبل أن يقرر؟ أولا أنا يعني في الحقيقة عضو من أعضاء 50
وجميع أعضاء ال50 قامات وطنية محترمة، يعني قامات فكرية. النهاردة بيقدموا لمصر مشروع دستور يليق بها، يحفظ الحقوق والحريات. كل إنسان مصري سوف يجد نفسه في هذا الدستور. هذا الدستور اهتم بالفقير والغني، اهتم بالبحث العلمي والتعليم والصحة، اهتم بالصيادين والفلاحين والمهمشين. هذا دستور الآن الفرحة في الحقيقة تخنقنا الدموع ونحن نتحدث عنه بعد هذا الجهد المضني. في الحقيقة كان أكثر ما يقول بخاطري أن لا تستطيع هذه اللجنة أن تصل إلى بر الأمان في وضع الدستور، ولكن كل هذه الهواجس كانت تأتي نظرا للحالة التي تعيش فيها مصر، الحالة الاستثنائية بالغة الغرابة التي يجب أن تنتهي وسوف تنتهي على أعتاب هذا الدستور لتصل مصر إلى مرحلة من الاستقرار نحو نظام ديمقراطي. لأول مرة دستور لا يصنع حاكما مستبدا، يصنع حاكما يحاكم في الدستور بمحكمة حددها هذا الدستور، حاكما نستطيع أن يعزله الشعب باستفتاء شعبي إذا لم يحقق آمال هذا الشعب. هذا الدستور نظر إلى المصريين نظرة متساوية لا يميز بينهم. هذا الدستور سوف يخرج مصر مما هي فيه إلى أعتاب مرحلة جديدة تحيا فيه مصر، وهي إن شاء الله سوف تحيا ديمقراطية قوية يسعد بها المصريون وتسعد بهم. لقد أثبتت هذه اللجنة، وهي من مكونات هذا الشعب، وهي من تراب هذا الشعب، وهي من قامات علمية وثقافية. نحن كنا نجلس في هذه القاعات ونسير في هذه الطرقات أكثر ساعات الليل والنهار، نتوافق، نختلف، نتفق، نتشاجر، يعلو صوتنا على بعض، ولكن كانت المصلحة الوطنية هي التي في الحقيقة تدفعنا. أنا أقدم الشكر لكافة زملائي. كنا دائما في الحقيقة هنا نقف أيام طوال لا نأكل غير الفول والطعمية ولا نشرب غير، أنا شاهد والجميع يشهد بذلك. عندما قيل لنا كم تحتاجون من ميزانية، قلنا لا نحتاج مليما واحدا، سوف نأكل على جيوبنا وسوف نأكل فول وطعمية. إن الفرحة بهذا الدستور تجعلني أبكي فرحا وليس حزنا. نحن المصريون دائما عندما نفرح نبكي، نحن الآن نبكي من الفرح حقيقة، لأننا أنتجنا هذا الدستور لمصر، مصر صاحبة الثورتين، مصر التي أبدعت في ثورتيها، مصر التي أبدعت حين خرج شبابها وخرج شيوخها وخرج بناتها وخرج فتياتها. هذا دستور يليق بمصر الثورة، وسيجد كل مصري يعني نفسه في هذا الدستور. أنا أدشن هذا الدستور وزملائي إلى مصر والمصريين، ونطمع أن يخرجوا فرادا وجماعات لكي يلبوا نداء هذا الدستور ويقولوا له نعم، لكي يثبتوا للعالم أن مصر سوف تكون ديمقراطية، سوف تكون حرية، سوف يكون حكمها مدني كما أعلن هذا الدستور في ديباجته، وسوف يكون هناك اهتمام بصحة المصريين عندما يلزم الدستور الحكومة بأن تزيد الإنفاق من 29 مليار إلى 60 مليار على صحة المصريين وعلى التعليم وعلى البحث العلمي وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا الدستور لأول مرة يذكر حقوقا للعمال تاريخية، حقهم في عدم الفصل التعسفي، حقهم في الحماية من مخاطر العمل، حقهم في الضمان الاجتماعي والمعاش والتأمين الصحي الشامل. هذا دستور يظلل المصريين بمجموعة من الحقوق والحريات إن شاء الله بإذن الله تليق بهم وتليق بمصر وتليق بالمصريين. تحيا مصر وعاش شعبها حرا أبيا بمكوناته كلها. تحيا مصر، وهذا الدستور هدية ال50 إلى مصر. هذه الكلمات الرقيقة مشاهدينا الكرام، وهذه الدموع من الدكتور جابر نصار، دموع الفرح لخروج هذا الوليد صحيحا معافا بإذن الله. نختتم هذه الفقرة على الهواء لنقل احتفالية خروج مشروع الدستور الجديد. مشاهدينا الكرام،
بنبارك لمصر كلها، وإن شاء الله بإذن الله موعد المصريين جميعا يوم الاستفتاء على هذا الدستور. نشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في احتفاليات أخرى تحتفل بها مصر. نشكركم وإلى اللقاء. نشكر زميل